من جديد مرحبا فيكم مشاهدينا. قطاع دبي العقاري قطاع قوي مرن يواصل تسجيل معدلات نمو قوية وأرقام قياسية جديدة. هذا ما أكده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشددا على العزم على مواصلة دعم هذا القطاع وتعزيز قيمته إلى تريليون درهم بحلول عام 2033. طبعا أظهرت نتائج القطاع العقاري خلال عام 2024 تحقيق المبيعات العقارية نمو لافت، وذلك بعد تسجيل 217 ألف مبايعة بقيمة 526 مليار درهم، حتى يكون النمو وصل ل 38%، طبعا وذلك بعدد 27% من قيمتها على التوالي. كما استقطبت دبي 110,000 مستثمر جديد في القطاع العقاري بنمو 55%، كما تم إنجاز 2.78 مليون معاملة عقارية، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقارية الإجمالية. نتحدث بيسعدنا نستضيف معنا بالاستوديو الخبيرة العقارية المعتمدة وعضو الجمعية الدولية للخبراء العقاريين نيوجيرسي، عضو الاتحاد الدولي العقاري ومؤسسة وومن اوف فيجن، السيدة سلمى عرفاوي. صباح الخير. صباح النور. سلوى عفوا عرفاوي. طبعا ذكرنا العديد من الأرقام، وذكرنا أنه النمو كبير جدا وسجلت عدة أرقام قياسية بالمجال العقاري والقطاع. انعكاسات هالأرقام على نمو القطاع الأكثر ازدهارا بالإمارة؟ أكيد في انعكاسات كبيرة. احنا بنحكي على سوق عالمي، سوق دبي، يعني النمو اللي صار مؤخرا تحقيق 522 مليار درهم بحلول 2024، هذا يعني بذاته تحقيق كبير لسوق دبي، ينعكس على المستثمرين المحليين والدوليين انه يكون عندهم بيئة آمنة ومستدامة للاستثمار. حلو. نعم. أنا حاب أعرف منك أبرز نقاط القوة في السوق العقاري في دبي. أكيد أنا راح أحكي على 4 محاور مهمة جدا بسوق دبي، عموما الإمارات ولكن دبي هي تستقطب الكل. نحكي على بنية تحتية متطورة جدا جدا جدا، إن كان في شبكة مواصلات عالمية اللي هي المترو أو نظام الأوربن ليفينج بإكسبو، مدينة مستدامة. نحكي على نمو وشفافية من القوانين، بيئة قانونية شفافة جاذبة لكل مستثمر. نحكي على كذلك الأرقام الجديدة، نحكي على تشريعات جديدة، نحكي على نمو وتنويع في المشاريع، إن كان لاكجري أو مشاريع فاخرة ومشاريع تناسب البيئة المتوسطة، فهناك يعني مشاريع للكل. نعم. ذكرت أمر عن الشفافية، إلى أي مدى يساهم رفع معايير الشفافية أكثر فأكثر من الانعكاس إيجابا على القطاع، خاصة لناحية المطورين والمستثمرين؟ شوفي، أكيد الشفافية هي ركيزة أساسية في محاورنا، إن كان في الاقتصاد أو دبي كركيزة عموميا استثمارية. الشفافية إن كان في القوانين، التقارير اللي بتنزلها دائرة الأراضي والأملاك الدورية اليومية، المستثمر آمن في نظام جدا سلس مرن، يعرف حقوقه وواجباته بكل وضوح، يعني ما في شيء بلور أو في عليه ضبابية، كل شيء عن طريق دائرة الأراضي والأملاك والتقنيات والبلاتفورمز اللي هي المنصات الرقمية اللي توفرها حكومة دبي. هذا لحاله يقدم شفافية كبيرة لكل مستثمر، إن كان محلي مقيم أو أجنبي. نعم، وهذه الشفافية مرتبطة مباشرة بالشعور بالأمان. أكيد، يعني بتحسي ما في خوف وبتشعري بالأمان أنه حقك مضمون. أكيد 100%. كنا زمان نسمع أنه أكثر المستثمرين رجال أعمال عندهم خير كثير يعني، أما الآن في دبي الكل يستطيع الاستثمار. أكيد. من هم الفئات المنجذبة للاستثمار في دبي برأيك وليش؟ الفئات تختلف. نحن الآن يعني نحكي على مدينة تحاول أن تصل إلى تكون ثالث أكبر مدينة اقتصادية في العالم بحلول 2023. عم نحكي على ريادة استثمار أجنبي 33 سوري بعتذر. ايه، فنحن عم نحكي على أجندة كبيرة. المستثمرين
كما ذكرت هو هناك عقارات فاخرة تناسب أصحاب رؤوس الأموال، وهناك عقارات من الفئة المتوسطة. فالتنوع في المشاريع، إن كان مشاريع مستدامة وفيها ابتكار، وكذلك مشاريع فيها ترفيه فيها تجارة. فالسوق المرن والسوق المتنوع يعزز الاقتصاد ويعزز دبي كمدينة استثمارية وكواجهة اقتصادية أولى الحقيقة. كل الأشخاص يستطيعوا الاستثمار في دبي. أكيد. يعني كل حد، أنا حاسة دبي أصلا هي عم تنتقي من يسكن فيها. فدبي عم تعطيك فرصة، land of opportunity، أرض الفرص. دبي هي عم تعطي فرص للكل للنجاح ولتحقيق أحلامهم العقارية أو لتكون صاحب ريادة أعمال. فهناك منصات كثيرة، فاللي يعمل ويكون ذكي يستغل وجوده في هذه المدينة الساحرة الحقيقة. يعني حكينا عن الشفافية وأهميتها بالقطاع العقاري. أكيد. العامل الثاني اللي حضرتك ذكرتيه هي المرونة. أكيد. المرونة لناحية الدفع، المرونة لناحية المعاملات. هالأمور كيف بتنعكس إذا بدك، أو كيف تعطي جو من الإيجابية وبتحفز المستثمرين؟ شوفي، هناك قوانين كذلك الحقيقة. يعني عم نحكي على عقدين من الزمن اشتغلت فيها مدينة دبي والنظام العقاري ككل لتحسين نظرة المستثمر لهذه المدينة الساحرة. مش فقط يعني احنا ننظر لدبي أو الإمارات ليس كبترول، ننسى هذا الموضوع. طبعاً. نحكي بوابة اقتصادية عالمية تجذب الكل. فهناك قوانين خلالها العقدين صاروا غيروا نظرة المستثمر فجذبته بطريقة غريبة. يعني بنحكي على نظام التملك الحر. يعني مجرد ما انطلق 2002 نظام التملك الحر، كل أجنبي صار يقدر إنه يتملك عقاره. هذا فتح بوابة الاستثمار أولا. طبعا. ثانيا 2007 لما تأسست منظومة التنظيم العقاري هي ريرا ريل استيت ريجوليتوري ايجنسي. هذا عزز الشفافية أكثر لدى المستثمر، انه في منظمه او في مؤسسه تنظيم تنظم لي حقوقي وواجباتي، وانا اعرف يعني حساب الضمان وين احط فلوسي. فكان الموضوع جدا سلس. وكذلك مؤخرا اللي هو التشريع الاخير اللي هو الاقامه الذهبيه، نرجع ونكرر على نفس الموضوع لانها عن جد فتحت بوابه كبيره للاستثمار، فتحت الامان في الاستقرار طويل الامد في طبعا. هذه المدينه. وهذا يعزز كذلك دبي مره اخرى لتكون عاصمه استثماريه كبيره واقتصادها يعني ينمو ويتعزز يعني تدريجيا. بالفعل حتى كان في العديد من المدن العالمية اللي كانت تعتبر لسنوات هي إذا بدك وجهة أثرياء العالم والمستثمرين الكبار والنجوم، نجوم الصف الأول بمجالات مختلفة، كانوا يقصدوا هالمدن حتى يستثمروا سواء بمنازل العطلات أو منزل الإجازة بين مزدوجين. ولكن دبي حاليا هي اللي عم تستقطب كل هيدي النجوم، سحبت البساط من تحت المدن العالمية وركزته بدبي. صحيح. أيضا المبادرات، يعني دبي وضعت خطة يمكن لقرن من الزمن إلى الأمام، إلى أي مدى بيساهم أيضا في تعزيز الاستثمار العقاري فيها؟ أكيد. شوف، يعني في أجندة مؤخرا عم نطلق عنها D33 اللي هي أجندة دبي. أجندة أنه دبي تكون كما ذكرت أولا أنه تكون من ضمن 3 أكبر مدن اقتصادية في العالم. هذه الأجندة تعكس أهمية دبي كعاصمة استثمارية تجلب المستثمر، بما أنه دبي الأقل فرضا للضرائب في كل مدن العالم. الناس يعني عم نشوف المستثمرين وحتى العوائل اللي هي دخلها عالي أكثر من المتوسط يعني عم تعمل ريلوكيشن، إعادة استقرار بدبي للأمان ولأقلية الضرائب. أنا العائد الضريبي على العائد الضريبي. يعني أنت عم تشوف هلا عواصم مثل ميامي، عم تشوف نيويورك، عم تشوف لندن، عم تشوف طوكيو، عم تشوف مدن يعني غالية صارت حتى في المعيشة. فالواحد ما عاد يقدر حتى إنه يعمل ادخار. فدبي في هذه الأجندة قاعدة تشتغل على موضوع أنها تستقطب أكثر مستثمرين بتوفير مشاريع متنوعة، بتوفير بيئة مستدامة، بتوفير مساحات خضراء مبتكرة. عم نحكي على توسعة المطار الجديد، مطار المكتوم، مع اوريدي الأوربن ليفينج تاع الإكسبو سيتي، يعني منطقة حضرية كبيرة. فنشوف في أجندة قاعدة تشتغل على تعزيز هذه النقطة. وأنا نشوف دبي في الصدارة. أنا عملت تقرير مؤخرا اللي هو UBS ريبورت. هذا الريبورت يطلع سنويا من البنك الوطني السويسري، يحدد لك أين موجود فقاعة عقارية خلال 5 سنوات. دبي في أمان الحمد لله. فنحن اوريدي خلال هالتحديات قاعدين نشوفوا انه دبي قاعده تعكس كل التشالنجز وكل التحديات اللي موجوده، يعني تضخم اسعار ومشاكل ضرائب. دبي تؤكد مره اخرى انه هي
واجهت كل التحديات وموجودة وثابتة يعني. نعم. طيب بدي انتقل لشيء آخر. حضرتك ذكرنا أنه مؤسسة Women in Vision بتركز كتير على دور المرأة بالاستثمار، هالمجال يلي كان لفترة كتير طويلة حكر على الرجال بما أنه يملكون يمكن هيك الجرأة على المخاطرة اللي حكينا عنها ببداية حلقتنا مهران. ولكن مؤخرا عم نشوف أنه العديد من رائدات الأعمال والسيدات عم يتجهوا نحو الاستثمار حتى لو كانوا بحاجة لبعض المنتورينج أو الإرشاد. صح. حضرتك تتولي هالمهمة، خبرينا أهمية أنه النساء يدخلوا مجال الاستثمار بالعقارات. اوكي، انا رح خبرك سر ما وراء الكواليس اللي الكثير لا يعرفوه. خبرينا انا وكل المشاهدات. ايه المشاهدات والمشاهدين. نعم. يعني هم يعرفوا الرجال انه اصحاب القرار في النهايه لشراء العقار هي المراه، ان كان عقار سكني، ما عم بحكي على عقار. هذا تصريح خطير جدا. انا كل عملائي يعني 13 سنه عم اشتغل بمجال العقار كخبيره عقار وكمستشاره. كل عميل لما هو قرار اني انا اشتري منزل، هو مش قرار حيادي، مش قرار فردي. صح. هلا هو الرجل ممكن هو صاحب المال، نقول نحن الفاينانشال ايبيليتي، هي اللي هي الاراده القدره الماديه. احنا مؤخرا عم نشوف نساء هم اللي يخطوا الخطوه ليكون العقار باسم. هذه الخطوه الجديده اللي عم نشوفها، انه النساء يخوضون غمار الاستثمار العقاري. ولكن اذا نحكي على خطه استثمار وشراء عقارات، اغلبيه الرجال اللي بيشتروا عقارات سكنيه وراءها امراه، لا يقرر بدون المرأة. طبعا يعني إذا مع زوجته، لأنه الزوجة هي صاحبة القرار الأخير. نعم. يعني هي معلومة لازم تعرفوا أنه هي صاحبة القرار الأخير. يس أور نو، هي اللي تقول. وشاهد شاهد من أهل دارهم. أنت أدرى بما أنك بالمجال. ولكن في النظام الاستثماري نلاحظ، يعني أنا من 2023 عملت تقرير عن المرأة إن كان الإماراتية أو المقيمة في دولة الإمارات، 52% زادت نسبة المرأة المستثمرة في المجال العقاري، لأن العقار هو أسد، هو يعني مصدر آمن ووسيلة آمنة لتحقيق هذا الهدف. صحيح. إنه المرأة تقدر إنه هي حاليا حتى لو عندها مهام تحقيق الاستقلالية المادية، حتى لو هي فخلال الحقيقة نحكي على مؤسسة التنظيم العقاري، كل شيء صار ابليكيشنز، فهي ما تحتاج إنها تراجع وتروح وتضيع وقت. هي عن طريق كل شيء شفافية مرة أخرى. نعم. كل شيء موجود على التطبيق، حساب الضمان، كل شيء موجود. يعني في أمان حتى في الاستثمار. يعني في دبي تعطيك الريسك مانجمنت، يعني تعطيك إدارة مخاطرك وتعزز الثقة فيك كمستثمرة انك تخوضي هذا الغمار بكل ثقة. جميل. يعني ما في ريسك او مخاطر ابدا في الاستثمار. في تقليل المخاطر. اكيد في مخاطر في كل استثمار، ان كان عقار، ذهب، اي استثمار. في يعني في قليل من نسبة المخطر انه يكون نزل السوق، طلع السوق. طبعا في اختيارات كذلك، الاختيار الغلط يولد خسارة، او مثلا الاشتراء في الوقت not the right time، يعني مش الوقت المناسب. يعني في عوامل لازم انت لما تستثمر او تخوض غمار تجربة الاستثمار لازم تكون دارس الموضوع. انا دائما يعني لازم ما نستعجل، لازم يكون في دراسه كامله. طيب ذكرت امر اساسي، الخيارات الخطا. يعني ممكن الشخص يتحمس يلاقي والله انه في عقار قيد الانشاء او عقار جاهز، وكما يقال بالعاميه لقطه او لايك اتس جود ديل. ممكن يتسرع الشخص من دون ما يحسب العائد عائد الربح، من دون ما يحسب المنطقة إلى أي مدى عم تعمر، مدى سهولة الوصول إليها ومنها إلى المرافق الحيوية. ليش الشخص ممكن يعمل خيار خطأ، وكيف ممكن نتجنب الخيارات الخاطئة؟ أنا رح أعطيكي 5 أسباب مهمة جدا قبل شراء أي عقار، و5 أشياء تتجنبيها قبل، يعني لكي لا تخسري في مجال العقار. قاعدة نترجم من الإنجليزية للعربية. لكي لا تخسري في مجال العقار، أولا لازم لا نتبع سياسة القطيع، يعني سيستم اوف كراود. يعني أنا مش لأن الناس كلها عم تستثمر أنا أستثمر. ممكن الايبيليتي، الفاينانشال ايبيليتي تبع الأستاذ مهران مش نفس الايبيليتي تبعك، فهي لازمها تخطيط. أنا نشوف دراسة السوق أولا لنفسي، جدولي أنا كيف، لأن هي في دفعة أولى، هاي الدفعة أولى من وين أنا رح جيبها، فلازم تكون متوفرة عندي. يلي عادة بتكون 20% من قيمة العقار على حسب، في مطور يعني يفرض 15، في 20. فهي دفعة أولى إن كان 10 أو 15 يعني بغض النظر عن النسبة. كذلك أنا دائما ما أعطي اقتراح المطور قبل أن يكون عندي ميزانية وغرضي من الاستثمار، هدفي من الاستثمار. المطور رح يجي لحاله. نعم. لما يكون أنا عندي ميزانية، أنا عارفة ميزانيتي. لما أنا مثلا عندي 5 مليون درهم، فأنا عارفة وين
مكان استثماري. وانا من الناس اللي ما انصح العملاء انهم يحطوا فلوسهم في سله واحده، مكان واحد. لازم تنويع، لازم ديفرسيفيكيشن. هذا يقلل المخاطر ويكثر، يعمل بوست لراس المال. هو العائد على راس المال ياتي تدريجيا. إن كان قيد الإنشاء أو جاهز هي مش مشكلة. في دبي ليست بمشكلة لأن في حساب ضمان، وهذا أول شيء لازم العميل يعرفه. يعمل دراسة، يثقف نفسه، يعمل تعلم يعني وين السوق ماشي، مناطق الواعدة للاستثمار. يعني إذا منطقة فل الأراضي كلها مباعة فيها وكل شيء مبني فيها، ليش أنا أستثمر فيها؟ لأن أصلا ما راح يكون زيادة على رأس مالي أو كابيتال أبريشيشن. لا، أنا نشوف المناطق الواعدة، المناطق اللي فيها مستقبل، مثل منطقة إكسبو وفي توسعة المطار مثلا، دبي ساوث، دبي هي عم بحكي على دبي الجنوب مثلا، مناطق دبي لاند اللي هي لازالت فيها توسعة، والمناطق المستدامة اللي فيها ابتكارات، اللي فيها تسيير ورفاهية. إن كان مستثمر، لأن أنا كمستثمر رح أجر العقار، فلازم أفكر في هذا المستأجر ليكون عندي ميزة بالعقار اللي أنا أخذته. أكيد مهم جدا. يعني بيقولوا العقار هو الابن البار. أكيد. دبي بيئة مغرية للاستثمار. هل تنصحي الاستثمار حتى عن طريق القروض البنكية؟ سؤال جدا جيد. أنا يعني من الناس مع التنهد قبل الإجابة. يعني أنا الحقيقة من الناس اللي أبتعد كل البعد أني أنصح عملائي بموضوع القروض البنكية، ولكن في حال أنه أنا مستأجرة أكثر من 5 سنوات في نفس المكان، أنا الآن أعرف أنه أنا قادرة أني أخذ تمويل بنكي وأشتري بيت لا أسكن فيه. يعني أنا دائما أنصح التمويل البنكي اللي هو التمويل السكني، مو البيرسونال لون. يعني بدل تمويل الشخص أو قرض الشخص. لا، تمويل. أنا ضد إنه شخص ياخذ تمويل شخصي ليدفع دفعة أولى. لا، أنت لست قادر. يعني لا تغري نفسك. عم عليه فوائد، صح؟ لا، مو أنت لست قادر. إذا أنت وصلت أخذت تمويل شخصي لتدفع دفعة، أنت أصلا برنامجك الاستثماري والخطة الاستثمارية ليست الصحيحة. التمويل السكني اللي هو على 20 سنة أو 25 سنة، أنا أشوفه مناسب للناس اللي دخلها قار مستقر، ونفس الوقت لسكني أنا أشتري البيت بدل ما يدفع أجار. بالضبط. يستثمر فيها. أنا أفكر في هذا التمويل الحقيقة. ومؤخرا قاعدين نسمع أخبار إنه نسبة الفائدة راح تكون ثابتة، وهذا راح يعزز هذا الموضوع في التعامل البنكي والتمويلات المشاريع. يعني عم نسمع أخبار من البنك سنترال بأمريكا، عم نحكي يعني لسه في دولة الإمارات لم يشرع أي شيء، ولكن أنا شخصيا أنصح إنه الشخص يتروى ويفكر ويعمل برنامج ولا يستعجل. لابد من وضع خطة. يعني جميلة النصيحة وصادقة. صحيح. يعني ليست نصيحة تجارية، نصيحة لا صادقة. طيب، قبل ما نشكر وجودك معنا لابد نسأل عن توقعات القطاع العقاري يلي بالسنوات الأخيرة مثل ما ذكرنا وأظهرت الأرقام عم يشهد نمو منقطع النظير مقارنة بالمنطقة. يعني كأنه السهم صعودا. ومع التقرير يلي صدر عن البنك الاتحاد السويسري أو المصرف المركزي السويسري بأكد أنه نحن مش ضمن فقاعة الخطر ل5 سنوات المقبلة، وبالتالي هيدا أمن واستقرار أيضا للقطاع. أكيد. إلى أي مدى سترتفع الأسعار؟ ما الذي نحن مقبلين عليه فيما خص الإيجارات وأسعار العقارات؟ شوفي، هي التوقعات واعدة جدا. يعني في نمو، في تحذيرات قياسية. الحقيقة قاعدين نشوفوا شغل جدا من القيادة الرشيدة لهذا الموضوع، لأنهم عم يحسنوا من المستوى العالمي للنظام العقاري. لأن في الاقتصاد لا تكون دولة اقتصادية لازمك يعني العقار هو محور أساسي لتحقيق الهدف أنك تكون ضمن 3 مدن اقتصادية في العالم. توقعات احنا يعني نسير في نمو تدريجي. أكيد في تطور ملحوظ. ارتفاع الأسعار يأتي مع استقرار السوق وارتفاع الطلب. أكيد هو زيادة العرض والطلب. هو التقرير كامل يكون نسبة الربح أنا كشاري على نسبة عقاري، ونسبة إيجاري أنا كمستثمر بنفس الوقت كعائد استثماري، ونسبة العرض والطلب. هو ريشيوز رنت يعني تو انكم ريشيو سيلز نسب. فهو احنا والعرض والطلب حقيقة في زيادة كبيرة على طلب العقارات، لأن في تنوع في العقارات يعني كعقارات مستدامة خضراء فاخرة لو يعني different range. ونفس الوقت المستثمرين قاعدين يزدادوا. نحن قاعدين نشوفوا يعني عدد السياح يعني الاستقطاب اللي قاعد يجي من برا كبير بدرجة يعني الأرقام مخيفة. يعني لكل المترددين الوقت المناسب للاستثمار كان بالأمس.
صح، يعني ما بقى تتاخروا. بالضبط. يعني هي كلها، انا دائما اقول هي مش سياسه قطعيه، انا نشوف ميزانيتي، ولكن اذا انت جاهز لا تتردد. يعني قد ما انت تاخر الخطوه قد ما الاسعار تزيد، وقد ما الفرصة اللي كانت موجودة ومتاحة بكل مقاييسها ستتغير وتأتي مكانها فرصة أخرى، ولكن المعايير تختلف. ستكون أقل جودة. والجميل أن هناك خطط لكل الفئات مثل ما ذكرتي. سلوى، في هاي سيزن ولو سيزن بالعقارات، يعني في أوقات أو فصول معينة تكون فيها أنا أتمهل أكثر أو أشتري الآن صيف شتاء مثل؟ هي في عوامل تخليك تعرف أنه أتمهل أو لا. هي في أحيانا نحن نقول عليها سوق المشتري وسوق البائع. يعني أحيانا يفرض عليك تعرف أنه أنا تفهم من شوية بوادر أنه هذا سوق المشتري، فأنا لازم يعني اشتري. أهدي البال. لا، مشتري لازم أنا لازم اشتري الآن. وأحيانا لما يكون سوق بائع أنه الأسعار عالية، أنا لازم أفكر إذا أنا محتاج العقار لازم اشتريه، وطالما في زياده لا لازم اشتري، لان طالما زاد اليوم رح يزيد، فانا لازم اغتنم الفرصه. يعني اني افكر بطريقه، والحقيقه الاستثمار العقاري عم ينمو، ان الارقام من 23 ل 24 فرقت يعني 10%، من 27% ل 38%، 526 مليار درهم. نحن عم نحكي على اجنده كامله عم تشتغل على هذا النظام ليوصل بحدود 2033 اللي هو تريليون درهم. فنحن عم نحكي على سياسه ثابته، وان شاء الله يعني في خطوات الحقيقه ثابته الى الامام جدا. طبعا بيبقى يمكن اهم ما تفضلت فيه حضرتك انه ضروري نثقف انفسنا ونتعلم. صحيح عالم القطاع او قطاع العقار عفوا هو عالم بنحسه معقد، ممكن تفوتنا بعض المصطلحات او بعض الارقام، ولكن اذا ثقفنا انفسنا نحن قادرين ناخذ القرار الصح بمساعده الخبراء بهالمجال. الخبيره العقاريه المعتمده وعضو الجمعيه الدوليه للخبراء العقاريين نيو جيرسي، وعضو بالاتحاد الدولي العقاري ومؤسسة وومن اوف فيجن السيدة سلوى العرفاوي. شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لكم.